السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالأحبة. نحيي الشعب الجزائري وكل الأحرار الذين لا زالوا يعبرون عن الإرادة الشعبية ولا زالوا على الأرض يتحركون، هم الآن يقومون بكامل الاستعدادات للتحرك يوم الغد، يوم الجمعة المبارك، ليكون يوما لرفض التدخل الأجنبي، ويكون يوم حاسم لرفض حكومة التمديد بدوي والعمامرة والإبراهيمي، ورفض أيضا كل ما يمضى ويعقد باسمنا هذه الأيام باسم الشعب الجزائري من اتفاقات وبيع بالجملة ووضع مقدرات البلد وإرادتها الوطنية، إرادة الشعب الوطنية في المزاد. غدا سيكون يوم الجمعة يوم رفض الاستقواء بالخارج، وأنه لو كانوا منا لجاءوا إلينا، جاءوا إلى الشعب الجزائري يقولون: نعم يا الشعب العزيز، راك غاضب، أنا سمعتكم، أنت غاضب الآن، تفضل، طلباتك أوامر. كان هذا هو المفروض. يعني أي حكومة تمثل شعب، أي سلطة تمثل شعب، إذا غضب الشعب وخرج 23 مليون للشارع لا كلام بعده، لا كلام يعلو فوق صوت الشعب. كان هذا هو المفروض. يعني وإذا بها الطائرات لا تتوقف، وبمقدرات الشعب، بمقدرات الشعب يبيعون مقدرات الشعب، ويذهبون يستقون بالخارج وبمقدرات الشعب وببنيته التحتية وعقاراته المتنقلة من طائرات واتصالات وغير ذلك. بل والأخطر من ذلك أنهم يذهبون بحقائب معلومات دقيقة للغاية مغيبة عن الشعب الجزائري، حقائب معلومات عن الملف الليبي وعن ملف النظام نفسه، حجم التغير وحجم التصدعات التي أحدثتها الصراعات الداخلية، وحجم الأثر الرهيب الذي أحدثه الحراك الشعبي، وأيضا مصالحهم الدقيقة. ليس عندنا خرائط دقيقة لمصالح الغربية هنا، أرقام، كلام عام. هذيك الحقيبة اللي راح بيها العمامرة لافروف، هذيك يا صاحبي رانا نحوسوا عليها بالذهب. الشعب الجزائري على بالبول ومغيب. جيبها لنا، جيبها للشعب الجزائري يا صاحبي. رانا نموتوا بالقرايه كاع النهار كاع الليل. يعني 117 دراسه فاتت علينا غير باش نجيب لكم معلومه ولا اثنين يا صاحبي. هذيك حقيبه، هذيك جيبها للشعب، نعرفوا البلاد وراهي رايحه. ربما الناس غايدتها شويه بترول ولا كذا، حقا هذه ثرواتنا. والله العظيم انا راهي غايدتني هذيك المعلومات اللي راح اقدمها، وخرائط الشعب، وخرائط الامن، وخرائط الدبلوماسيه، وخرائط غير باش يستقوي بيهم ويرفدوه، وإحنا يا مصدرين غير الإشاعات. المهم هذه مقدمة. العدد ما شاء الله، الله يحفظكم ويبارك فيكم. إذا نبدأ مباشرة بحديث اليوم، واللي هو الحقيقة ماهوش جديد، لأنه الفيديو هذاك اللي دار تاع مركز التفكير أو ورشة التفكير من نخب، اللي استدعى إليها ماكرون الكثير من النخب حتى يتكلم معهم في الشأن الفرنسي. حقيقة كانت أصل الدعوة، وليعالج فيها الأزمة التي تضرب على رأسه الآن، اللي هي سترة الصفر من الاحتجاجات الاجتماعية. واستدعى إليها الكثير من النخب، لكن أيضا الكثير من النخب رفضت، يعني احتجاجا على تصرفاته مع الاحتجاجات الشعبية. وحضرت النخبة التي صدرته للحكم يعني، ومن بينهم الأكاديمي بنيامين، هذا اسمه بنيامين مستورة. بنيامين مستورة هذا له وزن أكاديمي مسموع في الداخل، وإذا به يجر كل الحضور، يديتوريني كاع، يديتوريني تو الموند، وجه كل الناس حتى الرئيس إلى الحراك الجزائري، وراه جاي يسمعهم على لي جيل جون.
وقضية داخلية. هو واش تدار راح كاع وأحرجوا بطريقة علمية أكاديمية، وبانت في ارتباك ماكرون يعني في الرد تاعو. الشاهد أنه الكلام اللي تكلم به مستورة هذا بنيامين، يهودي الديانة، قسم الحراك بعد ما شكره، قال تصرف حضاري وعبر على كاريكاتير لواحد طالع في لاتور ايفال ويقول لهم لي جولي جون تعلموا من الجزائريين تصرفات حضارية وكذا. لكن مع الثاني دس السم في العسل يعني. واش قال؟ قسم الحراك، قال هذا حراك مليوني يعني، وفعلا خرجوا 23 مليون يعني حسب التقديرات هذه الأخيرة اللي سمعتها. قسمها إلى قسمين، قسمها إلى إسلاميين وإلى ديمقراطيين، وراح يحرج في ماكرون باللي يا ودي لازم تروح تلقي بالدولة الفرنسية، تلقي بكل ثقلها لإنقاذ ولدعم الديمقراطيين، الجناح الديمقراطي، وأن التهديد والخطر من الإسلاميين. وهو يقصد الإسلاميين مسلمين، واش من الإسلاميين اللي عندنا هنا خطر؟ حتى في الانتخابات ما كانوش يجيبوا ولا شيء يعني بالمفهوم السياسي يعني. حتى الإسلاميين اللي كانوا مشاركين في الانتخابات ما عندهمش ذاك الثقل السياسي. واش كان يقصد بالإسلاميين؟ كان يقصد بالشعب المسلم اللي عصي على تفتيت هويته وثوابته وانتمائه، وقاعد يحرض في ماكرون باللي يود تحرك. هذه وحده. واعطاه قال له باللي ودي راكم لاهين بالحلفاء الدوليين وكذا، وراكم لاهين ناسين الحلفاء تاعنا في الداخل. شو يخموا على اولادهم يعني، وعلى الذين يشاركونهم في الجذر المعرفي الغربي اللي عندهم كما نقولوا حنايا نفس الفكر ونفس الانتماء الفكري. لا اقصد به الديني ولا كاين، لكن غالبا الانتماء الفكري. وايضا بدأ يعمل على تجييش الطبقة الفكرية أنها تضغط على ماكرون في هذا الباب. ماكرون كان قال له باللي ودي أنا معك على المستوى الفكري والأكاديمي، أنا معك باللي لازم ندعم حلفائنا في الداخل، ولكن دروك راني أنا تحت الإكراهات السياسية يعني. أي تصريح غادي نحسب عليا باللي أنا متدخل، وكي يقول غادي تنحسب عليا باللي متدخل، ما راش يقصد باللي عنده حرج في الداخل الجزائري، لا، راه عنده حرج مع الحلفاء والدوليين، روسيا والصين وأمريكان، باللي ممكن يعتبروها تهديد لمصالحهم أيضا، ولا فرنسا كش ما يتخطط ولا يدخل في أمور سرية. وأيضا هي فعلا داخله في أمور سرية. يتسمى التعامل الخشن مع القضية الجزائرية سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الميداني، راهي بداته فرنسا ولكن سريا، بنفس الطريقة اللي بداتها في ليبيا وقادت الحروب السرية حتى اللي كشفها واحد صحفي ومتعض عليها هولاند، قالوا يعني أنت تؤدي خدمة كبيرة لأعداء فرنسا ومنافسيها. ماكرون قال له أنا أوافقك فكريا وأكاديميا، لكني تحت الإكراه السياسي، وأخشى تجاوز الذين يحكمون في الجزائر. أخشى تجاوزهم. علاش سيدي؟ ولم يسميهم، قال الذين يحكمون في الجزائر ولم يسميهم. أنا ماذا بيا لو كان سمى يعني. وأن هناك سياسة دولية أيضا لها إكراهات. المهم هذا خلاصة يعني. أنا أعتبر الخطر اللي كان في الفيديو هذا هو تصريحات بنيامين وجماعته، وليس تصريحات ماكرون يعني. هذه يعني. لكن اللافت للانتباه أنه ماكرون لم يتكلم أي شيء حسن عن الحراك. أي واحدة. الثاني بنيامين مسطورة هذا طلب تجييش كل الأوروبيين وكل حلفائه في الضفة الشمالية الجنوبية في الشمال الإفريقي لدعم الديمقراطيين. ماكرون قال له غادي نفاجئك، قال له هذا رانا مشينا فيه مقبل عليها، قلت لكم باللي ودي الخدمة تاعهم تحت الأرض هي ماشية. قال له الشهر القادم في مارس غادي يستدعي مجموعة 5+5 يعني 5 دول في الشمال البحر الأبيض المتوسط و5 دول اللي في الشمال الإفريقي. علاش أزيدي؟
لكي يستقوي بدول أخرى في الاتحاد الأوروبي، ويستقوي أيضا بجيوش ومنظومة دول الجوار لإجهاض الحراك في الجزائر. شوفوا اللعبة وراهي رايحة عليها. لما نقول لكم باللي يا ودي هذه البدية فعلا يعني رانا نشوفوها وراكم تسمعوا يعني باللي هذا اللي رانا جايين غير بدية يعني. والله يحمي البلاد وإن شاء الله يكون خير. نتمنى الأفضل ونستعد للأسوأ. لكن بدا ماكرون مرتبكا كما لم يبدو من قبل. من هي الدول الخمسة؟ هي عندك إيطاليا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، والتحت عندك تونس والجزائر والمغرب وليبيا ومصر الله أعلم داخل معهم. نروحوا لخوف ماكرون أنه يصرح، وما زال هو ما وصلش إلى إقناع الجانب الروسي. راه رسل لها العمامرة وراح بالملفات، ويبدو أن الدب الروسي ما اقتنعش. أنا باغي نركز، هدرت عليها هذه من قبل، لكن الآن أنا باغي نركز على حاجة يعني خطيرة للغاية. لما انت تكون في أزمة سياسية كما رانا في البلاد، وما زال ما عندكش وثيقة المصالح الاستراتيجية، ما كاش وراهي الخطة الاستراتيجية تاع البلاد، يعني المصالح تاعها ورانا باغي نوصلوا، ولا فاينل سيتويشن يعني وين راهي الرؤية النهائية للخطة الاستراتيجية تاعنا، ورانا ما هو الحلم الجزائري، ما هي المصالح العليا للجزائر. راك رايح تفاوض على أساس أي شيء يعني. راك رايح تروح بسلك روحك، هذا ما كان ماشي بسلك البلاد. راك رايح تفاوض بدون استراتيجية، بمعنى راك رايح تكتيك، راك رايح تكتك. وبلاد صاحبي روسيا هذه وعندها مشروع كبير مشروع يضم أوروبا لآسيا، اسمه أوراسيا. تجي نتايا بسقف تكتيكي، ممكن غير سقف تكتيكي تاع بلاد، سقف تكتيكي تاع عصابة يبيع ويشري، وما عطاوش حتى الوجه. حتى بوتين ما باش يستقبلوه هو في روسيا، قالوا له باللي ما راش في موسكو. بوتين فاهم قاري، عرف كان يستقبله غادي يشارك في الجريمة، كيما ميركل ما باش يستقبلوا أيضا، شارك واحد غير دستوري يعني طياحة. روح سني بيع مع صاحبك لافروف، تجيش تهضر معايا أنا. بالمناسبة سوجه رسالة لبوتين يعني وللافروف. Я хочу разговаривать по-русски. Мы хорошо понимаем, что случилось там, что вы разговаривали и что вы хотите. Очень прекрасно понимаем, кто вы. И понимаем, что хотел Путин сказать. Что зачем мне надо этот мир, если Россия нету. Вот именно за такой тон. Мы тоже будем сказать, зачем нам надо этот мир, если алжирский народ свободный, сильный нету. Мы тоже хотим свободы и хотим наше будущее. Все, что вы сделали, знаете, что это беззаконно. Никто не дал Рамтал Амамра или Абдулкадр Мсахаль, что он будет поставить изучать никаких договор, потому что это было беззаконно. Наш народ не разрешал этого. И мы не можем принимать этого тоже, потому что просто беззаконно. على كل حال الرسالة هذه سوف تصلهم وسيفهمونها جيدا. واش قلت؟ هم فاهمين واش قلت له نحن نفهم جيدا من أنتم وماذا حدث عندكم عندما جاء عندكم المرمرة هذا وعبد القادر سهل والعقود التي أمضيتم عليها. عليكم أن تعلموا أنها لم تكن قانونية، وأننا لا نباركها لأنها غير دستورية، وجاءوا يتكلمون باسم عصابة وليس باسم الشعب الجزائري. ونحن نفهم من أنتم ونعرفكم ونعرف مشروعكم، ونفهم جيدا ماذا أراد أن يقول بوتين عندما قال لا يعنيني هذا العالم إذا لم تكن فيه روسيا. قلت له أن الشعب الجزائري أيضا سوف يجيبك على نفس الندية، أنه أيضا لا يعنينا هذا العالم إذا لم تكن فيه الأمة الجزائرية حرة سيدة وقوية.
وعليكم أن تختاروا حلفاءكم. حليفكم ممثل الشعب وليس المطلع عمامرة. هذه رسالة يعني. اللي نبغى نقوله أنه رايح يفاوض يعني لما طلع عمامرة تكتيكي باسم العصابة، ويربط مصالح البلاد الاستراتيجية على أساس تكتيكي. غادي تستجب لك الآن روسيا، تستجب لك تكتيكيا، لكن ما تنساش بلي انت بينك وبينها شراكة استراتيجية، لكن بينها وبين فرنسا تحالف استراتيجي، بينها وبين أمريكا تعاون استراتيجي وتحالف استراتيجي، وهم في مجلس الأمن كلهم. سوف يتكتك معك، يمشي معك تكتيكيا، لكن في فترة من الفترات، في مرحلة متقدمة من إدارة المصالح وإدارة الصراع، سوف تصطدم مع الكابح الاستراتيجي. بل انت السقف تاعك بالنسبة اللي خليته انت بالنسبة لك استراتيجي هو بالنسبة له غير تكتيكي، برك هذا ما كان تنفيذي. بصح من بعد يقول هنا نحبسه، وانت داخل عليها غير أصدقائنا السوفيات وصديقي لافروف غير يلبسك جيب، وغير لا يخرجك كيما يبيع البلاد كاع راه يتفاهم معاك، وراه يبيع فيك ويشري ديريكتومون مع القنوات تاعو، مع الحلفاء تاعو فرنسا وامريكان والصين وكذا. وحسبي روحهم فاهمين يا الرب الزين، يا الرب الزين، حسبي روحهم فاهمين، راهم يلعبوا مع وحوش. هذا بغيت نقولها لكم على قضية المشكل الدبلوماسي اللي عندنا والتفريق بين مستويات الشراكة. كي تجي تتعامل مع بلاد ما تعرفش روحك انت وراك في المستوى اللي راك فيه، ولا انت راك في مستوى الشراكة الاقتصادية البسيطة يعني. راك بغيت تدخل انت بين زوج جبال، ولا وزيد متحالفين بيناتهم، وجيت تحوس ما استقبلوك، حتى ما استقبلوك يعني. طيب هذا بغيت نديره مقدمة على هذا ورشة التفكير اللي كان يهضر فيها بنيامين مستورة وماكرون يعني. الحقيقة أنا فرحان وشعرت بالفخر يعني لما ارتبك ماكرون، لما طرح له السؤال ارتبك. بكري ما كاش ارتبك. بكري هذيك العصابة شو كانت دير له كي يجي الجزائر؟ تجيبوا له الناس وتجيبوا له واحد يسلم عليه يدوز، الله لا ربح شيطانكم، فهمت؟ دروك لافتات ديجاج. الرسالة الوحيدة اللي سمعتها فرنسا يا ديغول يا ماكرون دي ولادك، الجزائر ماشي بلادك. فأني فرحان أنا على كل حال، الحمد لله ماني زعفان. صح. الآن ندخل الموضوع تاعنا اللي هو اللعبة السلام عليكم، حرق عالم الصين ولا لا 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 لا, لا رانا دروك مسار ما ندخلوش في هذه الأمور هذه. أنا أنصح ضبط النفس وطول النفس ووحدة الصف إن شاء الله كي يجي الوقت نهضر لكم بالإنجليزي. بالمناسبة نتكلم 12 لغة يعني عادي، أي لغة إن شاء الله نهضرها بإذن الله. 12 لغة ونتكلم ومتمكن من 22 لهجة يعني 5 لغات أتقنها كتابة وقراءة، والباقي نهضروا برك. والروسية بالمناسبة تعلمتها غير سامع برك، ديتها وأنا نسمع، حتى قراءة ما قريتهاش، بس تعلمتها وحدي وكتبت وحدي وقريت وحدي الحمد لله. نروحوا للخطر الكبير الآن اللي راه جاي. الخطر الكبير اللي راه جاي الآن هو اللعبة الدستورية. وقت جاء الانقلاب الناعم الأول هو التمديد، وجابوا لنا رمطلع مامرة بارشوك بدوي بارشوك رمطلع مامرة والخطر الإبراهيم، والشعب خرج جمعة الرفض ورفضوا الحكومة التمديد. دقيقة ما تبقى، خلاص يا بوتفليقة دقيقة ما تبقى كاين تاكل الحكومة تاعك. الآن راهم باغيين يستقوا بالخارج. الجمعة غدوة إن شاء الله هي جمعة رفض الخارج، رفض التدخل الخارجي، نفروها في بيناتنا نفروها. ولا هادوك بغاو يروحوا كيما صرا في 62 مع الحركة، يروحوا عند فرنسا ويروحوا اشغلهم يا خويا حرار، حتى واحد ما يدخل فيهم. بصح يستقوا بهم باش يجيبوهم عندنا، لا هذا مرفوض.
ولازم يفهموا المنظومة الدولية، لازم تفهم بل المصالح تاعها مع ممثل الشعب، ماشي مع العصابة هذه. قيسوا الكلاب عليكم يا صاحبي، الشعب هو صح. اللعبة الثانية، الانقلاب الناعم الثاني، هو اللعبة الدستورية. وتشوفوا باللي مثلا في مصر الخطأ الكبير اللي داروه وش هو؟ الخطأ الكبير اللي داروه هو أنهم راحوا دخلوا في لعبة النظام، ودخلوا في مسألة التعديل الدستوري والاستفتاء على الدستور، وهما أولا ما عندهمش القدرة لصياغة الدستور ولا لفهم الدستور ولا لفهم اللعبة الدستورية، فراحوا قاسوا روحهم، داروا حبل المشنقة على رقبتهم. وهذاك الدستور اللي داوه به دار الانقلاب، وبيه فكك اللجنة التأسيسية، وبيه حل مجلس الشعب، وبيه دخلهم الحبس، وبيه حكمهم بتهمة التخابر مع حماس مع غزة. إذن بمجرد ما راحوا معاه وهضروا المخرج الدستوري، غادي نجي لكم المخرج الدستوري، راني جايكم شويه، تقلقش، تبعني غير بشويه وغادي تفهم ان شاء الله. غير اسمع شويه دوكم، بعد اليوم نعطيكم وقت هكا اسئله ونجاوب ان شاء الله لايف. ما غاش نهضر بزاف، شاي الساعه راني 18 دقيقه، ربما نزيد 10 دقائق ولا 12 دقيقه بالاكثر ان شاء الله. اذا راح شرع عن النظام، بمجرد ما تروح انت عنده وتجلس معاه، راك جعلته شريك، وراك جعلته هو اللي يقود الحل، وهو اللي يملك ادوات الحل. عندكم حاجه تفهموها، باللي في النص في الدستور ان النص يعبر عن اراده القوي. النص الدستوري يعبر عن اراده الاقوى. شكون هو الاقوى؟ شكون اللي يملك ادوات السلطه؟ هو. وانت راك جاي تلعب وليدي، وين ما راك جاي تلعب؟ ما دمت ضعيفا لا تحرر النص ولا تلعب مع النص. اكسب ادوات القوه وروح انت دير النص تاعك. الدستور يعبر عن اراده الاقوى. وزيد صياغه الدستور تلعب فيه توازنات قوه داخليه وخارجيه. ودروك انت واش هي اوراق التفاوض تاعك؟ كيفاش غادي تصيغ الدستور اللي غادي يطمن للداخل ويطمن للخارج ويطمن؟ يعني هي لعبه دقيقه، راهي بلاد مرتبطه بها مصالح دوليه ونقطه ارتكازيه في نظام دولي، وما راناش قادرين دروك نكونوا جزيره منعزله الان، وما راناش قادرين ندخلوا في حرب وسيناريو الغزو. يتسمى لازم نشوفوا حل ما يطيحش فيه الحراك في الماء، ونشوفوا حل يجنبنا الصدام مع الخارج، وايضا الصدام مع هذا السرطان هذا اللي راه لازق فينا بالعام. المشكل اللي غادي تشوفوه هو أنه حتى اللي راهم دروك الآن ينادوا بالذهاب إلى الإصلاح الدستوري والتعديل الدستوري، هما نفسهم في 2017 وقبل 2017 هما اللي شاركوا في تمرير دستور التمديد عهدة الرئاسية، يعني مشاركين هما في الأزمة، ودروك راهم يطلبوا يتسمى غادي يولي من بعد النظام يحاور نفسه. ولازم نرتبوا الأولويات الآن في الحراك تاعنا الآن. الأولويات تاعنا ماشي الدستور، أي كاينة لعبة كبيرة. الشعب الجزائري لما خرج يطلب بالسلطة مباشرة، راح ديريكتومون إلى مركز السلطة وطيح جناح الرئاسة، باقي الكرسي الرئاسي الآن فاضي، والعالم قاعد متدابز عليه. شكون اللي يوصل الرئاسة الأول؟ ممثل الشعب ولا ممثل النظام والمنظومة الدولية؟ هذه هي المعركة الحقيقية، هذه لازم تفهموها مليح يا عباد الله. وروح باش في العلم العسكري شيء يعرف بعملية التمويه والتعمية والاستدراج. يروح يستدرجك في معركة ليست معركتك. يودي أنا ايش دخلنا في الدستور؟ حنا نعرفوا الدستور ولا ما عندناش الوقت ليه؟ نقدروا نتعلموا نجيبوا خبراء، بس ما عندناش الوقت ليه. ودروك تدخلني في حاجة أنا ما نقدر لهاش. لا أنا باغي حاجة، واش هي؟ ترحلوا كاع أي وحدة، والشعب يوصل بالممثل تاعو للكرسي الرئاسي، مركز القوة. كي نوصل لمركز القوة
نروح نسوق الدستور، لأن الدستور يعبر عن إرادة الأقوى. أكون فاهمين اللعبة ولا لا؟ نعاودها. بل لو كان تروح أنت دروك للدستور، هو أقوى منك، هو يملك أدوات السلطة، راه يروضك ويكتفك ويبيع فيك ويشريك ويحيدك ويسجنك ويقتلك ويخونك باسم الدستور انت اللي درت عليه الاستفتاء وشاركت في تعديله. ومن بعد هو يعاود يجمع على مربع السلطة، على كرسي الرئاسة، ويجيب هو الواجهة تاعه اللي قاسها لك ونقصت من السفينة في معارضي آخر ثوار آخر لحظة، فهمت؟ ويجيبهم يعاود يردهم كما دار السيسي. المجلس العسكري كاع الممثلين والرموز تاعه وكذا، بقى غير المجلس الرئاسي اللي ما نضوش الحراك تاع المصريين. راحوا خلطوا داروا 6 في 7، ولا الشعب كي يوصل هكا ويدخل في التعديل الدستوري، ايا كي يجاو ينتخبوا، كل ما يجوا ينتخبوا على حاجه تخدم الشعب، ايا ينسحب ثلثي البرلمان، ينسحب ثلثين، يسحب ثلث، انسحابات بالانشقاقات بالقوه، اجهاض الخيار الشعبي. شكون اللي اجهضوا؟ اجهضوا اللي معاك الان، اللي راهم معاك الان ينادوا بالتعديل الدستوري. ومن بعد كي دار الانقلاب ودخل الرئيس تاعهم المنتخب للحبس، واش تهدر؟ عاود عيط لهم كاع واسقط عليهم الاحكام ومتابعه الفساد وكل شيء، وراهم دروك هو معاه وصاي سمع على عسل، وراح الحراك الشعبي. اذا ترتيب الاولويات، الازمه ليس في النص الدستوري ولكن في تفسير النص. ما عندناش القدره على تفسير النص، هو يدير لك نص ويفسره كما يبغي. علاش؟ عنده ادوات السلطه، القوي هو اللي يفسر. على خاطرش انت باش تحتاج لتفسير النص وعداله تفسير النص، شا هو لازم تتمكن من بنيه القوه ومن بنيه التحكم او البنيه التنفيذيه. لازم تتمكن من جوج صوالح، من البنيه القانونيه وحنا مش متحكمين فيها، وايضا من البنيه التنفيذيه، القوه التنفيذيه وحنا ما عندناش. دونك باينه، ما عندك قوه تنفيذيه، ما عندك قوه قانونيه، وتروح انت بغيت تلعب مع منظومه دوليه 300 سنه، وي من 1648 من وست فاليا، وراهم جايين بالاتفاقات والدساتير، راك باغي تجي تلعب معهم انت، تحسب روحك بلي انت راك في المستوى انك تدخل في اللعبه الدستوريه. شوفوا واش راهم دايرين مثلا تانيك في ليبيا داروا لهم ايضا، جبدوهم، قال لك نديروا لجنه دستوريه، لجنه تحضير الانتخابات الرئاسيه باش دير دستور، تصيغ دستور ونخرجوا من المشكله. الى يومنا هذا من الاتفاق للاتفاق، للسخيرات، للمغرب، للمالطا، لتونس، للجزائر، لكذا لكذا لكذا، راهم جايبينهم حتى لدروك والله ما سلكوها. حتى اتفاق باريس الاخير قال لك باللي اذا اجتمعوا ثلثي البرلمان راهي يفوت الاستفتاء. ما كاش. داروا قال لك 120 من 200، ما كاش، ما والو، ما يوصلش، 65 ما يوصلهاش. بريطانيا تسحب منا، ايطاليا تسحب منا، وفرنسا تسحب منا، وامريكا تسحب منا، ما كانش. اذا احذر جدا من الذهاب الى المعركه الدستوريه هذه، لانها هي معركه النظام وليس معركتنا. هي اللحظه الفارقه من اني جايك. اين الحل؟ ها امين خويا اصبر علي، اني جايك غادي نوريكم كاع اللعبه في التصاوير. كنا نقلب التصويره ونقول اصبر شويه صح. ربي يحفظك. طيب وين كنا؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله والشهاده احسن. ايه قلنا باللي يا ودي هذه الان هناك 3 لحظات فارقه. كاين لحظه فارقه عند الشعب، وكاين لحظه فارقه عند النظام، وكاين لحظه فارقه عند المنظومه الدوليه. يعني شوف الحراك الجزائري، هذا الحراك الجزائري راه سحب الجميع الى منطقه حتى واحد ما كان يعرفها من قبل، ما تشبه حتى ساحه. هما راهم تايهين، حنا رانا تايهين، والنظام راه تايه. بصح هذه مليحه لينا، كي تخلط خلطها تصفى. كي تخلط عندنا وقت نفهموا اللعبه، عندنا وقت نكسبوا ادوات القوه، عندنا وقت نعرفوا القانون، عندنا وقت نعرفوا بعضنا بعض، عندنا وقت نخرجوا الممثلين تاعنا. ماشي كيما من يكونوا متحكمين في كل شيء. والو النفس ما تنفسهش، والله ما يخلوك تنفس. دروك معليش نتنفسوا شويه، رانا نهضروا. هذه دردشه قانونيه واستراتيجيه.
كما قلت لكم أنا الاستراتيجية تاعي واش هي؟ ماني باغي نولي رئيس، ماني باغي حاجة في السياسة، ماني باغي والو، راني باغي نرافق الشعب الجزائري في تهيئة الأرض وكشف خرائط الأرض اللي يتمشى عليها، حقيقة المنظومة الدولية وحقيقة تركيبة النظام الدولي، وشيء اللحظة الفارقة اللي راه فيها باش كي ياخذ قراراته ياخذها على علم وعلى بصيرة يعني. طيب الآن غادي نوري لكم باللي اللحظة الفارقة اللي غادي يتخلق منها النظام اللي هي اللعبة الدستورية، غادي لو كان تروحوا معاه فيها راكم تعطوه قبلة الحياة، وراه من بعد خلاص يعني راحت اللعبة. وراهي ايوه هاي اللعبة. غادي نقلب الكاميرا وراك كيفاش نقلبها. ايوه خلاص ان شاء الله التصويره تكون باينه. شوفوا هنايا هذه اللحظة الفارقة لإعادة إنتاج النظام نفسه. النظام وين باغي يسحب الجميع إلى أرض المعركة، ليس لنا فيها أدوات القوة. معركة هو يملك الساحة تاعها ويعرف الأرض تاعها ويعرف الدهاليز تاعها ويعرف الفراغات تاعها ويعرف الأفخاخ تاعها. يجبدنا هنا لتعديل الدستور، وهي الحقيقة معركة زائفة. علاش؟ يقدر يتلاعب بالنص، يقدر يستعمل الفراغات اللي في النصوص، يقدر يدير لك نصوص مفخخة، يقدر يحيد الشعب وخياراته عن طريق نصوص مفخخة. يبني لك هنا ياجورة، ويزيد مع تقدم مسار الحراك كل مرة يزيد ياجورة انت ما تفيقش حتى تلقى روحك في الحبس، وتحييد ممثلي الشعب يلقوا روحهم في الحبس كما صرا مع مرسي وجماعته. إذن قلنا تعديل الدستور يعبر عن إرادة الأقوى السلطة لها هنا. إذن هو النظام راه عاود الكرسي الرئاسي راه فارغ، راه باغي العبور إلى الكرسي الرئاسي يتم عن طريق تعديل الدستور، لعبة تعديل الدستور. يتسمى راه باغي يجيبكم هنايا يقيسكم كاو هنا ويدخل ضيم هنايا. يعني درت لكم تاع الضامه يعني معليش سمحوا لي بالتعبير هذا، والله راهم يلعبوا معنا الضامه هذو الله لا يربحهم. المهم شوف يجيبك هنا ياكلك هنايا ويدخل ضيم هنايا. واضحه؟ ان شاء الله تكون واضحه. الحل اين هو؟ هو الحل. المعركه الحقيقيه للشعب. نعم، المعركة الحقيقية التي توصل الشعب وممثل الشعبي إلى كرسي الرئاسة مركز القوة والسلطة تتم عن طريق الحراك الشعبي. وين يروح؟ ما يروحش للدستور، ما يروحش منا، لا، يروح مباشرة لكرسي الرئاسة، مباشرة الرئاسيات. ما دخلنيش كاع في الدستور، خليه كيما راه، ما نستعملوش كاع، ما نحوش كاع عليه، تعدلوا ولا ما تعدلوش. دروك الرئاسيات نروح لها للرئاسيات. ممثل الشعب يخرجوا الشعب، ممثل يروح للرئاسيات ويخرجوا أي واحد بأقل معايير الكفاءة والرجولة ويعني والوجاهة، عنده كما نقولوا حنايا المروءة والفطنة وكذا، بأقل معايير لا بأس. وماشي شرط يكون زعيم، ولكن حيكون 43 مليون مراه في معركة التحرير، ويكونوا استولوا على مركز القوة اللي هو الرئاسة والسلطة. إذن هذا هو المسار الصحيح للوصول إلى المركز دون فخ دستوري. من بعد دروك أنا عندي القوة وعندي الشعب، أيوة روح نتكيف يا أخويا على راحتي ونروح صياغة الدستور من موقع وجود الشعب في مركز السلطة. لأن صياغة الدستور قلنا تعبر عن إرادة الأقوى، وتفسيره لابد من بنية قانونية وقوة تنفيذية، لابد أن نملكها هنا. وهذا هو الطريق الآمن للوصول إلى إذن معركة الدستور
معركة مؤجلة. الآن الرئاسيات، هذا حل واحد آخر. هذا الحل كما نقولوا حنايا هو الحل الممكن الآن، اللي يكسبنا وقت وأقل خسائر. كاين حل واحد آخر، اللي هي الثورة تجب ما قبلها. ترحلوا كاع، يعني كاع ما على بالي لا بدستور لا بوالو، نوصل ديريكتومون ندخلوا القصر الرئاسي مثلا هكا. بصح هذا شولا، هذا تكلفته عالية، قد تكون فيه مواجهة مباشرة، وربما يكون فيه حتى الغزو، يعني الغزو المباشر. لهذا سبقت الحل للناس تشوفوا باللي أقل ضرر إن شاء الله. إذن باش تشوفوا الخطورة تاع هذا الكلام اللي نقوله، أنه ماكرون وجون إيف لي دريون هذا واش قال أمل فرنسا الوحيد أنه الساحة الجزائرية تتوجه إلى صياغة الدستور والاستفتاء عليه. أمل الوحيد. الخوف، كل الخوف أنه الشعب يقول لك ما لا دستور لا لهم يحزنون، ديريكتومون انتخابات الرئاسية ديريكت، أنا باغي رئيس، ما تبقاش البلاد بلا رئيس. هذا بالنسبة لهم سيناريو الكارثة. بصح ما يقدروا يديروا والو دروك ما يقدروا يديروا والو، لأن المنظومة الدولية مازال مش متفقة. يجيك رئيس وبالدستور الحالي وكل شيء تما مازال عندهم غارونتي، يعني والجيش راه كاين وكل شيء عندهم غارونتي. بصح شكون اللي غادي ينظر كاع في هذه المسألة؟ فرنسا غادي تولي تحيد لصالحنا ولصالح أمريكا ولصالح روسيا. إذن اللعب على التناقضات لابد من المقاومة بذكاء. هذا اللي بغيت نشارك به خوتي. كاين بعض المتفرقات، يعني ترامب مثلا اليوم أعلن أنه آن الأوان أن الجولان يكون تحت سيادة الكيان الصهيوني، وديريكتومون ردت الروس وغاضبة وكل شيء. علاش ردت الروس غاضبة وعلاش قالها ترامب راه يخلط. أمريكا أولا دخل الروس لمعركة الصراع في الشام، في قلب الصراع الحضارات ومناطق العبور الاستراتيجية، والآن راه يخلط له. القدس عاصمة لإسرائيل، وهذه راهي مستفادة. الكيان الصهيوني مستفاد، بصح ما على بالش بلي هذا كاع غادي يدور عليه. الكيان الصهيوني غادي يدور عليه هذا كاع، راه جايته الزلزال اللي راه جاي، راه داري به غلة يعني. لكن روسيا هي خايفة، قال لك صفقة القرن والجولان ليهم وكل شيء تما، راك باغي تهيج لكاع المسلمين نتايا في أرض الشام. يهيجوا على من؟ الاحتلال دروك الآن اللي راه كاين شتا هو؟ احتلال روسي إيراني. يتسمى شكون اللي غادي ياكل الضغط، وشكون اللي غادي المقاومة، شكون اللي غادي تبدا بهم هما. عليها الخارجية الروسية ما بغاتش هذا التصريح هذا، ماشي لأنهم ضد إسرائيل لا، لأن المصالح تاعهم هما غادي ينقصوا مباشرة يعني، وباللي ترامب يخلط لهم. الأمر الثاني من المتفرقات هو اقتراح بن زايد، يهود الإمارات، اقترح على بومبيو أنه يخلص له مرتزقة باش يصفوا قادة طالبان، وهذا سوف يضعف قدراتهم التفاوضية. وأنا نسمع فيه هذا الفيروس هذا، ومتفكر باللي الإماراتيين وفد إماراتي أمني جاء بشركة أمنية راه هنا في الجزائر منذ أسبوع، وعلى راسهم واحد من العائلة قاع تاعهم لا أذكر اسمه الآن. وقبلها يعني البلاد مخلطة، وزيارة الإمارات تاع قائد الأركان وقاع، يعني أمور غير مطمئنة تماما. واحد يخمم بهذه العقلية تاع تصفية قيادة ناس راهم يتفاوضوا على حرية تاع بلادهم، واش دخلك أنت يا صاحبي؟ أي معركة قاع ماشي معركتك. يتسمى غادي يفكر بنفس الطريقة عندنا حنا. الشعب قاع هكا يخدم ويبلور الرؤية ويبلور المشروع وتمثيل شعبي، ويخرج له يخلص مرتزقة يروح يصفي لنا الممثلي الشعب. هذا خطير. هذا يعني مانيش عارف أنا قيادة الأركان كيفاش غيتعامل معه.
لازم ماذا بينا أسئلة تروح للناطق الرسمي باسم الجيش. كيفاش غادي تحمل ممثل الشعب مع واحد راه يتكلم امريكان بهذه الطريقه؟ جايبين الناس يتفاوضوا سياسيا وانت تروح تقول لها ودي روح. ما كشفوها اليوم في ميدل ايست وهضروا عليها بالجزيره وغيرهم يعني. فهناك امور لابد نذكروا بها يعني. راني على كل حال ان شاء الله ما طولتش اليوم. غدوه ان شاء الله جمعه مباركه، ولابد النزول يكون حضاري ومكثف لرفض الاعتداء الأجنبي والتدخل الأجنبي، وأنه قضية داخلية، ماشي كيما العمامرة يقول لها ودي قضية عائلية وهو رايح جايب الروس، وعائلية قاعد شدك عليهم، عائلية يمكن قاعد في الشارع وراه هوت للشارع، ولا خفت من كلمة ديجاج. إلا خوفتك كلمة ديجاج هذه مصيبة. اعتبرتها عائلية، علاش رحت عند الروس؟ بس شوفوا هادو ما يمثلوناش. طيب دوك نشوف الآن الأسئلة. اش يقول هذا؟ أرواح هذه والله غير نجي، أي والله يعطوني جوازي إلا جيت. أي هاني قلت لك، هاني محروق على قلبي، هاني محروق على بلادي. يعطوني الجواز خير، عندي باسبور تاع ولادي والله لهوت. راني في قريب 3 سنين وانا نطلب فيهم هنايا ما عطوني، مازال ما عطونيش الباسبور. صح. زيد انضمام القضاة يقوي الحراك. نعم، لكن لحد الآن مازال ما تفعلش الدور تاعهم في كشف اللعبة الدستورية. وراكم القضاة 1000 واحد هذا، وين راه الاجتماعات تاعكم وتكشفوا اللعبة الدستورية وتحذروا الشعب وانتم أدرى الناس بالقانون؟ فأنا أناديهم باش يقوموا بالدور تاعهم. زيد تحدثت عن الغزو المباشر، لهذه الدرجة سقوط النظام الوظيفي يؤدي إلى الغزو؟ نعم يا أخي، هذه بالتاريخ. الطغاة يجلبون الغزاة، الطغاة يجلبون الغزاة. أو شدر بشار الأسد وشدر القذافي وشدر. قال لك شارك تهدر أخويا، أنا نهدر أنا، ما عجبكش الحال خليه، أنا نفرض عليك يا شيخ، ما نفرض عليك حاجة. إذا شفتوا في الكلام فيه رشد استفادوا به، إلى ما كاش ضربوا به عرض الحائط يعني. اي نعم، هناك عملية استقطاب، محاولة استقطاب عرقي وطائفي، قضية العلامات وكذا. هي المفروض الآن في هذه اللحظات وحدة الصف فقط الأعلام الوطنية يعني. ما المعنى أنك تستفز غالبية بعلم واحد آخر يعني، والبلاد كلها راه في خطر. حقيقة هذا هو المخرج الوحيد اللي راه عندهم. المخرج الوحيد أنه استعار معركة الهوية وحرب الأفكار والصراع الإيديولوجي. لكن إن شاء الله الشعب راه فاطم ما يطيحش في هذا الفخ إن شاء الله. السلام عليكم. بما أن الدستور يسير القوي وأن في الجزائر عدة قوى متصارعة، وأقول قوى نعم. شوفوا الآن وش راه يصرى. راه كل واحد يتكلم باسم الرئاسة، تخرج مراسيم في الجريدة الرسمية وتعاود تنقلع تصريح تاع قيادة الأركان كاع ويعاود ينقلع. راه كاين يعني فوضى مافياوية. نعم، كل شيء وارد. لأنه شوف، لو كان بغاو يستجيبوا للشعب الجزائري وكان استجابوا من أول يوم. الخطة تكمن في أنه ماذا؟ أنه يخليك تتوتر للحد الأقصى، وهو يكسب وقت ويرسم الخرائط تاعو الأمنية والسياسية والشعبية من جديد، والدولية أيضا من جديد، باش من بعد انت تجيه كامل متوتر تعبان باغي تريح. هاي يقول لك روح شو نجمعوا، ها وحده هاجو صفر يدخل لك هذه في هذه، اي السلام عليكم تربح كلاك. روحوا بكامل صفائكم الذهني، خذوا نفس، عندكم الوقت، خرجوا، ارفضوا التدخل الأجنبي، وعودة أيضا ولوا، وهكذا إلى أن يستمر الضغط. أهم شيء أنه يستمر الحراك ويستمر الضغط.
ما راش عندهم حلول، ونصف النظام سقط، راهي باقي غير فقط قيادة الأركان. الداخلية سقطت، والمخابرات سقطت، والرئاسة سقطت، هاي خاوي كرسي الرئاسي، باقي غير قيادة الأركان. وقيادة الأركان معناتها الصفة السياسية. وراهم راهم الآن أمام أمور يعني كل واحدة أسوأ من الأخرى. شا يجيبوا مجلس رئاسي، مجلس أعلى للدولة، يتسمى يعاودوا يكرروا التسعينات. يتدخل هو الجيش، يتسمى انقلاب. واش يديروا؟ مجبرين أنهم يرضخون في لحظة ما بطريقة ما إلى الخيار الشعبي، لكن ليس كل الرضوخ. غادي يتفاوضوا ويروحوا إلى مجال التسوية. مجال التسوية ما نقدروش، الشعب ما يقدرش الآن يفرض شروط وهو ما يمتلكش أدوات القوة. لهذا قلت لكم التوجه مباشرة إلى الرئاسيات هذا حل من الحلول. طيب أنا وعدتكم باللي غادي ندير لايف إن شاء الله خصيصا للأسئلة اللي غادي نجمعها، لأنه فعلا يعني الانشغالات كثيرة في الشأن الجزائري، لكن واجبي أيضا أن أرد على الأسئلة. أي نعم، أنا لا أرد على الذباب الإلكتروني هذا، لا أرد. معركتي ليست معهم، يعني ما راش عندي الوقت لهذا الشيء. وكل صفائي الذهني وقوتي التخطيطية والفكرية وكذا نضخه عند الشعب الجزائري باش يستفاد منه على الأقل. يا أخي يستفاد منه شوية، كانوا يستفادوا منه غير البرانيين، نجو نقروا هادو ونقروا هادو، غير الطلبة نقروهم ليزيتيديون وكل شيء، رسائل الدكتوراه ورسائل الماجستير وكذا يستفادوا منه. الآن الحمد لله يستفاد إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي يستفادوا من الشعب الجزائري يا ربي. الله يحفظكم وليلة سعيدة. وكل إن شاء الله هذه الجمعة أيضا تفوت عرس وتحقيق لمكاسب استراتيجية جديدة. وتحيا الشعب الجزائري، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.